الله تبارك الرحمن. اللي ما تعرفون عن شاعرنا الكبير حامد زيد انه موسوعه في الالغاز الشعريه من باب النديه والاثاره والسؤال واللغز. هذا متاح لكل شعراء الخليج ومتذوقين الشعر. حتى لو ما انت بشاعر، اذا حليت اللغز ووظفت الاجابه في بيت شعر مقفى وموزون نفس اللغز، هديته ويش يا جماعه؟ اتراعي انجازنا يا ابو النصر. هديته ويش؟ نبيها فوق سياره اخر موديل. لا وازيدكم من الشعر بيت. سيارة آخر موديل ويقلط عندي في البيت وياخذ كرامته، واللي يسلمه مفتاح السيارة شاعرنا الكبير حامد زيد. وش يقول؟ بس العلم مو بهنا، العلم اسمعوا اللغز اللي حتى الورق صدق. هات اللغز يا عبد العزيز. عبد العزيز، أنشدك عن رجل الجمع بين ثنتين، عادل ولا يرضى لحد بالخديعة، ما خالف الملة ولا عارض الدين ولا تزوجهن زواج الشريعة. وحده يطاوعها على الزين والشين، والثانية غصبا عليها الطيعة. اللي يجمعهن يحفظ حقوقهن زين، وان راح يحكم بينهم بالقطيعة. سلام والله اسمع. هدهد سبا جاب النبا بين قوسين، والحل صاغه في رسالة سريعة، في محكم التنزيل آية وثنتين وأعلام من هدي النبي والشريعة، والقسط في الميزان فرض من الدين، وامر النبي غصب علينا نطيعه. ميزان عدل ومنطقه بين كفين، ما يعرف اسلوم الغدر والخديعة، في كفتينه تستقيم الموازين وتمضي على النهج القويم الطبيعة. سلامتكم.